ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل حاجه حلوه موجوده عندنا في البيت. ايه هي بقى؟ ام علي. انا نهى. ما تنسيش بقى اللايك وتعليقك الجميل اللي بيفرحني، تقولي لي ايه رايك. لو انتي اول ما تتفرجي عليا ما تنسيش تشتركي لو عجبك الفيديو، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنعمله. انا كان عندي حبه رقاق فايضين، فطبعا هرميهم؟ لا طبعا. فقمت عامله بيهم احلى طاجن ام علي، يستاهل بقكم. بجد جميل جدا 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 ولذيذ. اي حاجة بقى ايه تبوظ الدايت؟ بلا دايت بلا بتاع، كرشنا اهم. بصوا الجمال، جميل جميل جميل. اعمليه لو جالك ضيوف، او حتى لو اتبقى عندك رقاق. ام علي بنعمل منها، يعني لو اتبقى عندنا شوية رقاق بنعمل بيهم شوية جلاش، بنعمل بيهم رقاق طري تنشفيه تعملي بيه اي حاجة. مش هتقولك مين في، مش هيقولك لا. واديها حبة قشطة وحبة سمنة وشوية سكر، وخلاص على كده يطلعلك احلى طاجن ام علي معاكي. ما تنسيش بقى تصلي على النبي، دي اهم حاجة في الكومنتات قبل ما نبتدي بقى نعمل الفيديو. خطير يا جماعة، شكله بجد حلو قوي. واعمليه لو جالك ضيوف. هوريكم بقى حتة منه كده. بصوا، طرية. انتوا بقى بتحبوا تاكلوه سخن ولا ساقع زيي؟ الصراحة بحب اكلها ساقعة، بحس كده بطعمها. عندك شوية مكسرات حطي، مش هتقولك لا. بس بجد جميل وغرقان في اللبن، وكل ما تيجي تسخنيه تحطي عليه شوية لبن. تعالوا بقى نبتدي ونسمي الله. ادي بقى معانا الطاجن، بقطع فيه الرواية بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا اللبن سخن. ما تحطيش اللبن ساقع، تمام. في ناس بتحب تزود اللبن شوية مية، بس احلى حاجة انك تخليها لبن على طول، ما يبقاش لبن في مية، عشان تبقى طعمها كده غنية. وممكن تحطي مكسرات. انا الصراحة ما بحبش المكسرات في الحلويات عموما، تبقى من جوايا كده لا. احب اكلها كده بس كسناكس، لكن ما تبقاش مع الحلويات. ما بحسهاش وما بحبهاش. كل واحد وذوقه وهو بيحب ايه. تمام، بتكسري كده. وممكن كمان الرواق ده لو اتبقى عندكم تحطوا عليه شوية سكر وشوية لبن، ويبقى احلى رق باللبن. كان زمان ماما بتعمل يتبقى شوية الرواق ده من بعد ما تعمل الصينية، بقوم انا واخدة حبة واحط عليهم شوية لبن. هنا انا حليتها بسكر اللي هو سويتال. يعني قلت اعمل اي حاجة فيها دايت، مع ان هي اصلا طاجن ما ينفعش ان هو يتعمل فيه دايت الصراحة. احاول كده اغطس عشان اشوف هي محتاجة لبن تاني ولا لا. والقشطة انا بحوشها من وش اللبن، كل ما بغلي لبن ويبقى عندي بحوش القشطة بتاعته في علبة وبشيلها في الفريزر. وهنا حطيت في باقي حبة اللبن شوية سمنة.
وابدأ كده ان انا اوزعها عشان ما تبقاش في حتة واحدة. وممكن تحطي رشة فانيليا تديها نكهة حلوة برضه. وادي القشطة اللي انا محوشاها. انا عايزة اقول لكم ان انا زودت قشطة تاني غير القشطة دي. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى اللايك وتعليقك الجميل اللي بيبسطني بيفرحني بجد، بتبسط جدا من تعليقاتكم، بجد بحبها. ربنا يخليكم ويسعد قلبكم. ويلا بقى ندخلها احلى فرن. بس اهم حاجه تدوقي السكر مظبوط ولا لا. ويا بوي على الجمال والحلاوه. اعمليها وفرحي كرشك. تسلم البطن اللي كلتها والايد اللي عملتها، بجد جميله جدا 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 ولذيذه. واعمليها هتعجب كل الناس ومش هتحس ان هي رقاق خالص. وكل ما تسخنيها تحط لها شويه لبن وتدخليها الفرن تتسخن بيها. انا عن نفسي بحب اكلها ساقعه، بحس ان هي حلوه جدا، يعني بحس بطعمها مش عارفه ليه، يعني مش عارفه ايه اللي يخليني اكلها ساقعه. الناس تقولي انت ازاي بتاكليها كده ساقعه، ده هي تتاكل وهي سخنه جميله. بس الصراحه ما بحسش بطعمها وهي سخنه، بجد بجد جميله جدا 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 جدا. يا رب تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم وتكون خفيفه على قلبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد لو كان لي عمر باذن الله. يلا مع السلامه وهتوحشوني.